لو انت لسه بتتمرن مجاميع 4 في 10 او 3 في 12 والكلام ده، الفيديو ده هيهمك. في ناس معتقده ان المجاميع مؤثره بان بتلعب تنشف او تضخم، وعايز اقول لك التضخيم او التنشيف ملوش اي علاقه نهائي بالتمرين بتاعك. هو معتمد بشكل اساسي على السعرات الحراريه برضه والدايت ونظام الاكل بتاعك. بس لو عايزين نقول ازاي نظبط مجاميعنا، فاحنا عندنا شكلين من المجاميع او شكلين من التمرين. شكل اولاني بيكون هاي انتنس لو فوليوم، بتفشخ نفسك فيه في الاوزان، تعلي اوزانك جامد جدا، بس بتكون مجاميعك قليله وعداتك كمان قليله. لكن التاني بيكون عادي، مجاميعك كتير واشكالك كتير وعداتك كتير، بس الوزن متوسط، انت مش هتعرف تعمل اكتر من كده. فانا بفضل بالنسبه لي، لو انا بنشف، بتجه لللو انتنس هاي فوليوم علشان اقدر اتمرن، لان احنا واحنا بننشف بنحاول اصلا نثبت على الوزن، مش نزود الوزن. تمام، وده بيكون في العادي من 15 ل 21 مجموعه عيش، وهقول لك ازاي تحسب المجاميع. والهاي انتنس لو فوليوم بيكون بس من 10 مجاميع ل 13 مجموعه على مدار الاسبوع للعضله الواحده. فانت هنا بقى بتهين نفسك اوزان، عدتك قليله، مجاميعك قليله. طيب ازاي احسب مجاميعي؟ نفترض مثلا ان احنا هنتمرن شيست هاي انتنس لو فوليوم، هنقول ان احنا عايزين نتمرن 10 مجاميع بس في الاسبوع. فمثلا انا بتمرن سبليت بوش بول ليج، فبتمرن البوش مرتين في الاسبوع. فالبوش الاولانيه، تمام، هاخد فيها مثلا 3 اشكال، مجموعتين مجموعتين مجموعه، والبوش الثانيه 3 اشكال، مجموعتين مجموعتين مجموعه. فاحنا كده في معانا اليوم الاول كده 5 اشكال، ونفس الموضوع في اليوم الثاني بتاع البوش يبقى كده 5 اشكال. يبقى احنا توتال العضله بتاعت الشيست مرناها 10 مجاميع في الاسبوع. فبس كده الموضوع سهل، ما تجهدش عضلاتك بمجاميع زياده واحسبها صح.